تسريبات حقيقة نسمعها كتير من دول وما حدش يعرف إذا كان مصدرها موثوق منه أو غير موثوق منه يعني. سمعنا عنها ودي حاجة نكسة، يعني نكسة للمكان نفسه، حاجة مش كويسة يعني. ما عنديش فكرة خالص بصراحة. في حاجات للأسف هي توافق اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، أو التسريبات تقول إن بالفعل بتترجم الواقع اللي احنا عايشين فيه أو الأحداث اللي بتحصل. متهيألي دي كلها كده. يعني الدولة كويسة الحمد لله، واحنا واثقين في أجهزة الدولة، وما أعتقدش إن هيكون في تسريبات. مرفوضة طبعا، ملهاش أي لازمة، لأن استحالة الوضع اللي في البلد ده هو الوضع اللي بيتكلموا عليه. الدنيا خربانة. طبعا الحاجات دي ممكن تكون صحيحة 100%، وممكن تكون فيها مونتاج أو شيء يتعمل، يتحذف حاجة، يتضاف حاجة، يتشال حاجة، فما تقدريش تحكمي عليها انها حكم 100% صواب. انا مصدقها بصراحة. انا مش مصدقها لا، لان احنا مع الرئيس لحد ما البلد تتعدل باذن الله. الكمبيوتر ما خلاش اي شيء، ممكن اي حد يتفبرك بالكمبيوتر، اي واحد ممكن يجيب صورة رئيس على صورة دواء او صورة دواء ويتكلم في اي شيء. هم بياخدوا بعض الكلمات وبيحاولوا ان هم يرصوها على بعضيها، فبتطلع كلام غير الكلام اللي يتقال. مشكلة في الشعب هو اللي بيمشي غلط. الشعب ما بيعرفش يميز بين الصح وبين ده وبين ده وبين ده. النت ده عبارة عن حاجة لاقط أو لقيط، كله بيكتب وكله بيفتي فيه يعني، مش مصدر موثوق منه أبدا. دي بتبقى حاجات حقيقية مفبركة ازاي يعني؟ هتفبرك ازاي؟ مين هيفبرك الأصوات ومين هيفبرك الحاجة دي؟ هي مش مفبركة، لازم يكون في تطهير في كل المؤسسات. ده غلط من الدولة. ازاي حاجة زي دي تتسرب بره؟ المفروض الحاجات دي أسرار وما تتسربش بره. ده دليل على إيه؟ على إن المكان ده مخترق، ومفروض ان بعض الاماكن الحساسه جدا لا تكون مخترقه باي حال من الاحوال. هي اكيد اشاعات، وانت عارفه النت والكذب بتاع النت كله. في شواهد قديمه تدل على ان ده كان هو الساري. واحد بيقول لواحد مسؤول كبير، بيقول له اكلم لك القاضي. دي كلمه خطيره جدا وسمعناها خرقت ودننا يعني. فدي اصدقها ان كأن ده كان مبدأ اكلم لك القاضي.